مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا. تنمية منتجات حيوانية ومشتقاتها في إقليم عسل. بدء امتحانات الشهادة الوطنية اليوم. إيران تعلن تعرض مركز تخصيب اليورانيوم في نطنز لعمل إرهابي. احتجاجات في مينيابوليس بعد مقتل أمريكي أسود على أيدي الشرطة. وزلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 12 من إبريل في مراكز العزل في أقاليم القشبركة والجنوبي والأوسط أظهرت إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا، وكانت 14 حالة إصابة في إقليم القشبركة، 13 منها في أديبرة وواحدة في أغردات، وأربع حالات إصابة في مندفرة بالإقليم الجنوبي وواحدة في أسمرة. في غضون ذلك شفي 30 مريضا من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3466 حالة، شفي منها 3196 ووفاة 10 مرضى، فيما لا يزال 260 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من إبريل 2021. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة أن أعمال بناءة تجري لتنمية المنتجات الحيوانية ومشتقاتها. أوضح مسؤول الثروة الحيوانية في المكتب الدكتور تخلى مريم هيلا ميكائيل أن الجهود المبذولة لتربية المزارعين لأبقار الألبان والدجاج والنحل وإدخال وسائل الإدارة الجيدة تحقق نتائج مرضية لرفع الإنتاج. وذكر وجود أكثر من 400 مزارع لتنمية إنتاج الألبان واللحوم على مستوى الإقليم وتحقيق نتائج جيدة لتهجين الأبقار والعمل لتعبئة الألبان وإيصالها للمستهلك. وأشار إلى توزيع 467 ألف من الفراخ لرفع إنتاج البيض، وأثمر ذلك في رفع إنتاج البيض من حوالي 4 ملايين إلى 119 مليون بيضة، وارتفاع أيضا في كمية إنتاج العسل. وأوضح الدكتور تخلى مريم وجود محميات تدار بالقرى في مساحة تبلغ أكثر من 3614 هكتارا، ومحميات رعوية في مساحة تبلغ أكثر من 13 ألف هكتار، ومراعي مفتوحة بحوالي 60 ألف هكتار. ويجري زراعة الحشائش المختارة لحل النقص في الحشائش في المراعي، وزراعة العلف الأخضر في مساحة تبلغ 460 هكتار. وحول الخدمات البيطرية، أوضح الدكتور تخلى مريم السيطرة على مرض الطاعون البقري بفضل التطعيم والخدمات العلاجية في الإقليم، وتبذل الجهود للسيطرة على الأمراض المنتقلة من الحيوان للإنسان. ويفيد مكتب الزراعة في إقليم عنسبة بوجود حوالي 163 ألف رأس من الأبقار، و400 ألف رأس من الماعز والأغنام، و46 ألف رأس من الإبل، و36 ألف من الدواب، وأكثر من 200 ألف من الدجاج. بدأت اليوم 12 من إبريل امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية في كافة أرجاء البلاد، والتي يجلس فيها حوالي 14 ألف طالب، منهم 47% من الطالبات. وتجري الامتحانات التي تستمر حتى 17 من إبريل في 12 مادة، وتجري في 8 نقاط للامتحانات هي ساوة وأسمرة وعصب وعالة ودكم حري وحقات ومحبار ونقفة. وعلم بأن 88% من الممتحنين هم طلاب مدرسة وارساي كالو، أعضاء الدفعة 34 من الخدمة الوطنية في ساوة. وقد ألغيت الامتحانات لطلاب مدرستي جدة والرياض في المملكة العربية السعودية بسبب إجراءات مكافحة كورونا المتبعة في المملكة العربية السعودية.
اعتلى منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية ريادة التصنيف العالمي للمنتخبات لما دون 23 عاما الذي يصدره الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية UCI لشهر إبريل بعد جمعه ل 38 نقطة. وتقدم منتخبنا الوطني في الترتيب العالمي على منتخبات عريقة مثل ألمانيا وبريطانيا اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث تباعا برصيد نقطي قدره 31 و28 على التوالي. واحتلت منتخبات إفريقية أخرى مراكز متباينة في التصنيف العالمي، إذ حلت إثيوبيا في المركز 11 والمغرب في المركز 13 وجاءت رواندا في المركز 14. شهدت مديرية 4 أسمرة في العاصمة أسمرة تسيير أنشطة نفير تنموي تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة وبناء المدرجات. وقالت مدير المديرية السيدة الغانيش توكو بأن الهدف من النفير هو تسيير أنشطة تساهم في مكافحة انجراف التربة قبل دخول موسم الخريف واستقرار البيئة. وأوضح الشاب رخات يوناس أن النفير الجاري ليومين في الأسبوع شارك فيه حتى الآن حوالي 2000 وظلت تسير مهام فعالة في حفظ المياه وحماية التربة، حيث تم استصلاح 10 هكتارات حتى الآن. وتشير مستندات مكتب الزراعة في المديرية لوضع برنامج لغرس أكثر من 25 ألف شتلة في الخريف القادم. تبذل جهود لإدخال مواقد أدحنة بتوسع في ضاحيتي أدكارو وساغا في مديرية صورون بهدف حماية الثروة الغابية والنظافة المنزلية. أوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد هبتش تخل برهان وجود برنامج لصناعة أكثر من 300 موقد أدحنة في بلدة صورون فقط وتدريب المرأة لتحقق ذلك. وذكر أهمية موقد أدحنة في تقليل استهلاك الحطب وضمان نظافة المنزل والأسرة. من ناحية ثانية يقوم سكان ضواحي عد حرقس وعنا عندهم وجنزبو ودكلفاي وفلحو بنفير لصيانة مجرى تحويلي للسيول. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. تضمن بيان رسمي إيراني أن مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط البلاد تعرض لعمل إرهابي، وذلك بعدما أعلنت السلطات في وقت سابق أن المنشأة شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي لم يعرف سببه. أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن الجمهورية الإسلامية في إيران إذ تندد بهذا العمل الذي لا طائل منه تشدد على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الإرهاب ضد الأنشطة النووية. ونقلت قناة العالم الإخبارية قول صالحي إن ما حدث في مفاعل نطنز يظهر فشل معارضي التقدم الصناعي والسياسي في البلاد في منع التطور الكبير للصناعة النووية من جهة والمفاوضات الناجحة لرفع الحظر الجائر. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمها قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية. اندلعت الاحتجاجات بعدما قتلت الشرطة شابا من أصول إفريقية بإطلاق النار عليه في أحد أحياء مينيابوليس، حيث تجري محاكمة شرطي حاليا بتهمة قتل جورج فلويد. وتجمع المئات خارج مركز للشرطة في بروكلين سنتر شمال غربي مينيابوليس، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين. وكذا مكتب التوقيف الجنائي التابع لمينيسوتا لفرانس بريس أنه يحقق بشأن حادثة إطلاق نار مرتبطة بالشرطة في بروكلين سنتر، لكنه رفض تحديد هوية الضحية. ووفق بيان لدائرة شرطة بروكلين سنتر فإن العناصر طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية، وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه أساسا حاولوا توقيفه، لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد العناصر النار فأصيب السائق وتوفي فورا.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية وبلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر إلى 8 قتلى و12 مصابا، إلى جانب تضرر أكثر من 1300 مبنى. ونقلت شبكة إخبارية عن رئيس مركز الزلازل وموجات تسونامي في إندونيسيا رحمت ترويونو أن الهزة التي وقعت تحت سطح الماء ليست بالقوة التي تؤدي إلى موجات مد عالية تسونامي. وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أفاد في وقت سابق بأن الزلزال وقع على عمق 82 كيلومترا ومركزه على بعد 45 كيلومترا جنوب إحدى البلدات في مقاطعة مالانغ بمحافظة جاوا الشرقية. وفي سياق متصل، أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بسرعة الاستجابة الفورية لعمليات الطوارئ للبحث عن ضحايا الزلزال القوي الذي وقع في جزيرة جاوا بإندونيسيا. وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا نظرا لوقوعها في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي. أعلنت السلطات الأمريكية أن العواصف التي اجتاحت جنوب البلاد تسببت بمصرع شخصين وأصابت آخرين بسبب رياح عاتية صاحبتها، حيث اقتلعت الأشجار وحطمت المنازل وقلبت المركبات. ويعيش ملايين الأشخاص في مسارات العواصف على طول ساحل الخليج في الجنوب الشرقي، بما في ذلك فلوريدا وميسيسيبي وألاباما ولويزيانا، حيث أبلغ عن الوفاتين. وقالت السلطات المحلية إن رجلا قتل وأصيب 7 أشخاص على الأقل عندما هبت رياح عاتية في منطقة سانت لاندري باريش أدت إلى قلب بعض المركبات على أحد الطرق. ويتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة وفق مراكز الإرصاد الجوية. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.